اهلا بيكم. في البداية انا حابب اقول لكم انه قراءة التارو هي قدرة تحليلية كده اشبه بعلم الفراسة يعني. فاذا طلع كلامي صح واصبت فهو بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، مش بسبب قدرات شخصية خارقة ولا قدرتي على معرفة الغيب ولا نورانية او اي حاجة من الكلام ده. اوكي، ثانك يو سو ماتش. برج السرطان. الو. القراءة دي هنركز على الشخص اللي بتفكروا فيه، شوف هو إحساسه ناحيتكوا إيه وشايفكوا إزاي، إيه نوايا الفترة اللي جاية بخصوص المواقف اللي بينكوا. دي هتكون قراءة عامة، مش شرط إنها تنطبق على الناس كلها، بس حابين قراءة خاصة الإيميل بتاعي في description box. الطاقة بتاعت القراءة دي بالنسبة لناس ممكن تكون already حصلت، بالنسبة لناس تانية ممكن تكون بتحصل أو لسه هتحصل. خلينا نشوف التارا هيقول لنا إيه بخصوص الموقف اللي بينكوا وبين الشريك. Please tell me what's coming forward towards Cancer regarding the situation with the person on their minds. Tell me about this person's thoughts, feelings, actions, also intentions towards Cancer in regards to whatever is going on between them during this period of time and onward, please. Answer the questions I'm going to ask and grant me the guidance and the wisdom to clarify the answers. Give me the cards I need to see. Last shuffle. Please tell me about the energy of the person on Cancer's mind. Tell me about this person's back scenes, thoughts, feelings, actions, and intentions towards Cancer during this period of time and onward. ده حد بيفكر فيكوا كتير، عايز العلاقة بينكوا تكون مستقرة. إذا كان في اختلافات أو في بعد بينكوا الفترة اللي فاتت، فالشخص ده عايز يرجع لكوا ونفسه العلاقة اللي بينكوا وبينه تكون مستقرة إلى حد ما. ده حد passionate ناحيتكوا، بس جايز يكون متخوف شوية من إن هو ياخد القرار بتاع الرجوع ده. فده حد بيفكر فيكوا، عايز استقرار معاكوا. جايز تكونوا مش حاسين بوجود الشخص ده لأنه غالبا كان في بعد بينكوا الفترة اللي فاتت. الأمور بينكوا يمكن كانت متلخبطة شوية، هو عايز يصلحها، بس الخطوة دي ممكن تكون عاملة له قلق شوية. مم. خلينا نشوف هو إحساسه إيه تجاهكوا. Universe, please tell me about this person's feelings towards Cancer during this period of time and onward in regards to whatever is going on between them. Last shuffle. هو حاسس انه جايز الكبرياء والعند في العلاقة بينكوا الى حد ما سببوا الابتعاد، وجايز الكبرياء والعند في الوقت الحالي بيتحكموا برضو في البعد اللي ما بينكوا وما بينه. انما الشخص ده لسه عنده مشاعر ناحيتكوا، فايا كان البعد اللي موجود، في احساس ان مشاعره غالبة. فيمكن عشان كده هو بيفتكركوا كتير، عايز يرجع لكم، بس احساس التخوف ده، خايف لحسن يكون لسه العند بالنسبة لكم او الكبرياء اللي ما بينكم ممكن يكون يصعب الموقف عليه او يحطه في موقف سخيف. آه لان ده حد نفسه يوضح لكم ان هو لسه عايزكم، بس بس في احساس ان هو مستثقل شوية الخطوة دي، كرامته بقى وكده، فاهمين قصدي؟ ويمكن هو ده السبب الرئيسي اللي مخليه قلقان. وجايز كمان يكون قلقان اذا كنتوا انتوا هتوافقوا ترجعوا له ولا لا. مم.
هو شايف انه الابتعاد ده لازم يتصلح بشكل او باخر. آم، وزي ما يكون عايز يجس نبضكوا كده، عايز يشوف انتوا عندكوا استعداد ولا لا. بس لو هيعمل ده، جايز هيكون بيعمله كده بصورة بحيث ان هو كمان ما يتنزلش قوي. فاهمين قصدي؟ بس ما اعتقدش انه هيقدر يمنع نفسه ان هو يعمل اي حاجة تجاهكوا الفترة دي، لان مشاعره غالبة شوية. خليني نشوف. طيب هو شايفكوا انتوا ازاي؟ Universe, please tell me, how's this person viewing Cancer during this period of time and onward? Last shuffle. هو شايف ان انتوا كمان كان ليكوا دور في اللي حصل الفترة اللي فاتت، انه ايا كان البعد اللي حصل ما بينكوا والخلافات اللي حصلت ما بينكوا، هو شايف ان انتوا كان ليكوا دور. مش بعيد الشخص ده في وقت من الاوقات كان حاسس ان انتوا عاملين له بلوك، مش بتتكلموا معاه ومش عايزينه وبتصدوه. ف بس في نفس الوقت هو يعني شايف انه اوكي، انتوا كمان المفروض زي ما كنتوا بتصدوني وزي ما تسببتوا في الخلافات اللي حصلت ما بيننا الفترة اللي فاتت دي. المفروض كمان لو انتوا لسه بتحبوني، المفروض تتقبلوا ان احنا نرجع لبعض. ف فهو شايف ان انتوا آم، محتاجين تاخدوا قرار اذا كانت مشاعركم ناحيته كمان قوية ولا لا، لان الشخص ده رؤيته ليكوا هو عارف ان انتوا زي ما تكونوا بتحبوه. بس فكرة ان انتوا تدوا الفرصة للرجوع ولا لأ، هو شايف ان انتوا جايز تكونوا مترددين شوية في الحتة دي. مم. يعني الشخص ده عنده احساس ان انتوا زي ما تكونوا بتمنعوا نفسكم من ان انتوا ترجعوا له. فاهمين قصدي؟ ف بس في نفس الوقت هو عارف ان انتوا عندكم مشاعر تجاهه، بس بتمنعوا نفسكم. فيمكن دي كمان حاجة من الحاجات اللي ممكن تخليه قلقان شوية. يا ترى هم رد فعلهم هيكون ايه؟ كانسر رد فعله هيكون ايه؟ انتوا يعني رد فعلكم هيكون ايه؟ هل هتفضلوا تصدوني تاني لو اخدت ناحيتكم اي مبادرة، ولا هيكون عندكم استعداد ان احنا نرجع لبعض والامور بينا تتصافى؟ هو بقى مش متأكد من الحتة دي، مش متأكد قوي من رد فعلكم. مم. لانه عنده احساس ان انتوا الفترة اللي فاتت يمكن كنتوا عاملين بلوك له، او ما بتتكلموش معاه خالص، او محسسينه ان انتوا مش عايزين المشاعر دي، او مش عايزين ترجعوا له، او مش عايزين تفكروا فيه. I don't know. الشخص ده شايف ان انتوا كنتوا بتتصرفوا معاه الفترة اللي فاتت بطريقة بحيث ان هو كأنكم كنتوا بتقولوا له لا خلاص احنا مش عايزينك، او مش عايزين تردوا عليه، او مش بتستجيبوا لأي حاجة هو بيعملها عشان يقرب لكم. طب انتوا احساسكم ايه تجاه الشخص ده؟ Tell me about Cancer's feelings towards this person. Last shuffle. What's Cancer's feelings towards this person? اوكي، انتوا حاسين ان الشخص ده ممكن يكون اخد موقف عنيد في وقت من الاوقات تجاه الخلاف اللي حصل ما بينكم، والخلاف ده ما كانش بيتصلح، كان بيتطلب شيء من الكومبرومايز او التوازن، يمكن هو ما قدرش يعمله وقتها. فانتوا ما عجبكوش الوضع وقلتوا له خلاص اخبط دماغك في الحيط بقى مع نفسك. ده السيناريو الاول اللي انا حاسه. السيناريو التاني اللي انا حاسه ممكن يكون سيناريو كان فيه تعددية شوية في العلاقات، ممكن هي كانت سببت المشاكل بينكم وبين الشخص ده.
ممكن يكون طرف تالت، آم، او اطراف تالتة، ممكن تكون هي اللي سببت المشاكل الأساسية ما بينكم وما بينه بالنسبة للبعض يعني. إنما المشكلة الأكبر إذا كان الشخص ده في بينكم وبينه علاقة رسمية، ففي الحالة دي ممكن الوضع ده بيأثر. أنا شايف إن هو مأثر قوي على الولاد. آم، فده اللي أنا حاسه، اللي حاسه إنه أنتوا حاسين الموضوع بقى فيه عندي زيادة، أو بالنسبة لبعض السيناريوهات الموضوع ده فيه تعددية في العلاقات، وفي جميع الأحوال انتوا شايفين ان دي حاجة ما تلزمكوش. في إحساس بالغيرة كمان شوية من ناحية الشخص ده. جايز تكونوا شايفين ان إحساس الغيرة ده هو اللي ممكن يكون سبب العند أساسا، هو اللي ممكن يكون سبب المشاكل. آم، يا انما كمان في نفس الوقت انتوا حاسين ان الشخص ده يمكن في الوقت الحالي ما بقاش قادر يستحمل البعد قوي، والموضوع ده مضايقه. آم، واعتقد انه انتوا اللي عندكم القدرة على اتخاذ القرار اذا كنتوا هتقدروا تصلحوا الموضوع ده ولا لا، او حابين تصلحوا الموضوع ده ولا لا. آم، يا فانتوا حاسين انه ان انتوا بامكانكم تاخدوا قرار ان انتوا تصلحوا الموقف اذا انتوا عايزين، بس يمكن تكونوا شايفين انه مش وقته، لان المشاكل لسه ما اتحلتش، او ان هو لسه ما قدرش آم، يتفهم طبيعة الخلاف كويس، ويتعامل مع الأسباب اللي وصلت المشكلة بين كل المرحلة دي. فلغاية لما ده يحصل عندي إحساس إن انتوا في شيء من الإصرار شوية على موقفكم، بس في نفس الوقت بتحسسوه اللي هو أوكي، يعني أنا البعد مش فارق معايا خالص. اللي هو كأنكم بتقولوا له اخبط دماغك في الحيط، يعني البعد مش فارق معايا خالص. خلينا نشوف هو هيتصرف ازاي تجاهكم الفترة اللي جاية. What's this person's most expected actions towards cancer in the near future? Last shuffle. اللي انا حاسه كمان في الورق ده ان انتوا خلاص ما بقيتوش عايزين دراما ووجع دماغ ومشاكل وخلافات، اللي هو عايزين تبتعدوا عن كل ده. مم. اللي انا شايفه الفترة اللي جاية ان الشخص ده فعليا لسه عايز مصر على ان هو يصلح الموقف معاك، وبيحاول يتجنب زيادة المشاكل بينكم اكتر من كده. انما الموضوع متوقف على ان انتوا يكون عندكم رغبة. فاهمين قصدي؟ فطول ما هو حاسس ان انتوا لسه ما عندكوش الرغبة ان انتوا تتصالحوا معاه، مش عارف يتصرف ازاي. ويمكن هو ده اللي قلقه، ويمكن هو ده اللي كان ظاهر في الاوفرول انرجي، ان هو ده حد عايز يرجع لكم اللي انا حاسه، بس ديفنتلي هو مش قادر ياخد القرار لانه شايف ان انتوا مش مهتمين قوي بان انتوا يكون عندكم نفس ال نفس الرغبة. فده حد محتاج منكم ان انتوا تحسسوه ان انتوا لسه بتحبوه، آه، عشان هو يبتدي يلاقي الفرصة ان هو آم، يحاول يعدل الوضع. انما الفترة دي هو لسه مش لاقي ده منكم، مش حاسس بالمشاعر. مم. ممكن يكون عنده احساس ان انتوا بتتحكموا في نفسكم اكتر، ممكن يكون عنده احساس ان انتوا بتتحكموا في الموقف. آم، او لسه مش صافيين قوي، او مش مهتمين بان انتوا ترجعوا له دلوقتي نتيجة لطبيعة الخلاف اللي حصل ما بينكم. بس اللي انا حاسه من خلال الانرجي بتاعته ان هو مستني بس ان هو يحس منكم ان انتوا لسه عايزينه، وان انتوا عندكم مشاعر تجاهه لسه، بحيث ان هو يقدر ياخد الخطوة الجريئة بان هو يحاول يوجد التوازنات المطلوبة.
بس هو لسه مش لاقي منكم الفيدباك ده او الاحساس ده. فده حد عايز يرجع بس مش لاقي الفرصة. مم. والشواهد اللي بتوصل له من خلال طبيعة التعامل اللي بينكم بالنسبة له ممكن ما تكونش كافية ان هو يتجرأ وياخد خطوة الرجوع دي، او يتجرأ ويفكر ان هو يعتذر او يتصالح. لا، ده حد ممكن يكون منتظر الوقت المناسب عشان يقدر ياخد الخطوة دي. بس هو مش عارف الوقت المناسب ده هيكون امتى، والتوقيت ممكن تكونوا انتوا اللي بتتحكموا فيه مش هو. مش بقول ان انتوا اللي مبتعدين او لا، اكيد عندكم اسبابكم في البعد. زي ما قلت لكم السيناريو ده بالنسبه للبعض انا شايف فيه تعدديه في العلاقات. آه، اسباب الرفض اللي عندكم كلها ممكن تكون ليجيت، يعني اسباب كلها آه، يعني عندكم اسبابكم يعني اللي تخليكم تقولوا لا او ترفضوا ان انتوا ترجعوا في الوقت الحالي او تتصالحوا معاه او تكونوا شايفين ان البعد في الوقت الحالي ممكن يكون افضل لكم. انما هو الانرجي بتاعته بتقول ان هو مم، عايز يرجع لكم. برج الحوت، برج السرطان، برج الميزان، الثور، برج العقرب، ميزان، حمل، اسد، جوزاء، قوس، جدي. دي الابراج اللي انا شايفها، ممكن يكون اي برج تاني بس مينلي دي الابراج اللي انا شايفها في الورق ده. خليني نشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكوا الفترة دي من الناس اللي حواليكوا او من الابراج اللي حواليكوا. ممكن يكون فيها رسالة او اتنين من الشخص ده بس مش شرط. ممكن الرسائل دي تكون من اي حد تاني في حياتكوا، حد معجب بيكوا، حد عنده مشاعر تجاهكوا. يمكن من خلال الوصف بتاع الموقف، من خلال الابراج اللي انا هقولها تقدروا تعرفوا الشخص ده ممكن يكون مين في حياتكم. الرسائل دي بتنطبق على العلاقات القائمة او المنفصلين او حتى العلاقات الجديدة. Please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Cancer during this period of time and onward, please? Regarding ongoing relationships, separated from relationships, or even new love, new relationships. Last shuffle. Important messages for Cancer. الرسالة الأولى جاية لكم من شخص ما عايز يقول لكم فيها أنا شايف إن الأفضل لي إن أنا أعمل كنترول على نفسي، لأنه أنا في النهاية تابع لقراراتكم، وإحساسي بيقولي إن أنتوا في الوقت الحالي ما عندكوش الرغبة في الالتزام. آه، جايز تكونوا حاسين ان القرار ده هو اللي انتوا عايزينه، بس اللي انا حاسه ان انا تابع لقراركم. انا الشخص ده فيه احساس ان هو حاسس ان انتوا القرار النهائي هو قراركم، قرار ان انتوا ترجعوا له او ما ترجعوش ده قراركم انتوا. بس هو من ناحيته هو حاسس انه لازم هو كمان يسيطر على نفسه شوية ويحاول يمسك نفسه عشان ما يحسش بالضعف. فده حد حاسس ان انتوا موقفكم ممكن يكون اقوى من موقفه، و إمكانية الرجوع ما بينكو أو إمكانية الالتزام في العلاقة آم، والرغبة في كده ده قراركو انتوا مش قراره هو. مم. فده حد كأنه عايز يقول لكم ايا كان القرار اللي انتوا هتاخدوه انا مضطر ان انا اتعامل على اساسه. مم. برج الميزان، برج الحمل، برج الثور.
الرسالة التانية جايلكم من شخص ما في حياتكم عايز يقولكوا فيها انا مستني لما اشوف اذا كان موقفكم هيتغير ولا لا، هتفضلوا منسحبين وهتفضلوا رافضين ولا الموقف ده هيتغير. حد شايف ان انتم منسحبين في خلال الفترة دي من العلاقة زي ما تكونوا رافضين اساسا ان انتوا تبصوا للموضوع ده او تتعاملوا مع الخلاف ايا كانت اسبابكم، وهو زي ما يكون مستني يشوف اذا كان الوضع ده هيستمر ولا هيتغير. الرسالة دي جاية لكم من برج السرطان، برج الأسد، برج الحمل. الرسالة التالتة جاية لكم من شخص ما في حياتكم عايز يقول لكم فيها أنا عارف إن انتوا طيبين أوي وحبوبين بس زعلكوا وحش. أنا عندي إحساس إن انتوا مش بتعملوا أي اعتبار لمشاعركم في الوقت الحالي، وانا مش شايف اي تغير. حاسس ان انتوا في الوقت الحالي بتتجنبوا مشاعركم وبناء عليه مفيش اي حاجه بتتغير في الوضع اللي بيننا. حد حاسس ان انتوا بتحاولوا تتجنبوا مشاعركم في خلال الفتره دي، برغم ان هو عارف انتوا قد ايه طيبين، قد ايه لطاف، قد ايه kind and loving، بس في نفس الوقت عنده احساس ان انتوا في الوقت الحالي او شايف ان انتوا بتحاولوا تتجنبوا المشاعر في الوقت ده. آه بمعنى آخر ما بتحاولوش تفكروا بمشاعركم، لأنه الوضع بينكم ثابت وما بيتغيرش من وجهة نظره، مفيش أي تطور. فهو عنده إحساس إن انتوا في الوقت الحالي المشاعر بالنسبة لكم مش هي البرايورتي أو مش هي الأولوية. آم، بالنسبة للبعض خاصة الماسكولين انرجي يعني أو الطاقة الذكورية يعني، الشخص ده ممكن يكون او الشخصة دي بقى في الحالة دي ممكن تكون متخيلة ان انتوا مبتعدين في الوقت الحالي بسبب حد تاني في حياتكم، زوجة مثلا تانية او علاقة تانية في حياتكم. برج السرطان، برج الدلو وبرج الجوزاء. خلينا نشوف الحظ الفترة دي هيجيلكم من انهي بيت او من انهي برج من الابراج الفلكية. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, which is the luckiest house for Cancer during this period of time and onward, please? بيت السابع. اوكي. بيت السابع بالنسبة لكم هو بيت الريليشن شيبس او العلاقات، فحظكم الفترة دي مع الناس اللي حواليكوا في فرصة ان انتوا تكونوا صداقات اكتر، تكونوا معارف اكتر. لو بتشتغلوا في العلاقات العامة دي فرصة ان انتوا تحققوا ارباح اكتر، او حتى في الماركتينج. كمان بالنسبة للبعض إذا كان في خلافات ما بينكم وما بين الشريك، دي فرصة إن انتوا تحلوا الخلافات دي ويكون في بينكم رجوع. أو بالنسبة للسينجلز دي ممكن تكون فرصة لعلاقة جديدة، قراية فاتحة، خطوبة، زواج، حاجة زي كده يعني. بس عموما ان جنرال الطاقة الإيجابية الفترة دي هتجيلكم من خلال الناس اللي انتوا تعرفوهم، الناس اللي حواليكوا، أو الناس هتحسوا إن الناس في خلال الفترة دي بتقرب لكم أكتر. ممكن تحسوا انه في ناس بتسأل عليكم بقالهم فترة فجأة ظهروا عايزين يشوفوكم. هتتعزموا على مناسبات مختلفة. آم، حاجات كده، حاجات كلها متعلقة بالريليشن شيبس. بيت السابع عندكم هو برج الجدي، وحاليا ساترن موجود في البيت التاسع، فبالنسبة للبعض بالانرجي بتاعت ساترن الغريبة الفترة دي ممكن دي تكون فترة ابتعاد عن الشريك، او بعض الخلافات اللي ممكن تكون مؤثرة على العلاقة بينكم. احتمال يكون في موانع ان انتوا تتكلموا مع بعض في خلال الفترة دي، بس بما ان الحظ عندكم في البيت السابع ده معناه انه ممكن يكون في فرصة للخروج من الخلافات دي. خلينا نشوف رأي التارو ايه. ليه الحظ عندكم في البيت السابع؟ Why the seventh house is the luckiest for Cancer, please, during this period of time and onwards? Last shuffle.
Why the seventh house is the luckiest for Cancer? بالظبط. يمكن مش عارفين في الوقت الحالي دي فعلا الانرجي دي ممكن تكون انرجي بتاعت الساترن قوي، انرجي ساترنيان قوي، لانه ده حد حصل بينكم وبينه بعد، يمكن ابتعدتوا عن بعض المواقف في حياتكم في خلال الفترة اللي فاتت دي، وفي الوقت الحالي عندي احساس ان انتم مترددين شوية ان انتم تحلوا الخلافات دي. انما ال... الانرجي بتاعت حل الخلافات موجودة دلوقتي، بس جايز يكون التردد عندكم. اوكي. مش عارفين اذا كان تستمروا في البعد ولا تحاولوا تقربوا، او تسمحوا للطرف التاني ان هو يقرب وتحلوا الخلافات اللي بينكم، ولا في احساس بان انتوا زي ما تكونوا نفسيا لسه ممكن ما تكونوش مقتنعين قوي او متقبلين الحلول في الوقت الحالي. بس الانرجي دي عايز اقول لكم هتتغير في خلال الاسبوع بعد السكوير اللي ما بين زحل والمريخ، وزحل والاوبوزيشن اللي بين زحل وبين فينوس يبتدي يتفك، اللي هو التي سكوير ده. اعتقد ساعتها ممكن تحسوا ان الموضوع بقى اسهل. اوكي. يمكن دلوقتي فكرة الحلول بالنسبة لكم ممكن تكون مربكة شوية، آه انما في خلال بعد 4 5 ايام من دلوقتي هتحسوا الموضوع ما بقاش مربك قوي، هتحسوا ان انتوا عندكم القدرة على ان انتوا تفكروا بشكل اسلس. اوكي. تنسوش كمان انه تراجع عطارد في الاسد دلوقتي ممكن يكون مؤثر على الناس كلها. بالنسبة لكم هو متراجع في البيت التاني، فده ممكن يكون بالنسبة للبعض ممكن يكون بعض المعاملات المالية اللي انتوا جايز تكونوا محتاجين تتعاملوا معاها في خلال الفترة دي، بس ممكن في الحالة دي حد من الناس اللي انتوا تعرفوهم يساعدكم في الخروج من بعض المشاكل المالية في خلال الوقت ده، إذا كان الموضوع كده، إذا كان الموضوع متعلق بأوضاع مالية. لأنه ممكن بالنسبة للبعض يكون في أمور مالية أنتوا محتاجين تاخدوا فيها بعض القرارات، بس أمور مش ماشية قوي دلوقتي، ممكن تاخدوا زقة في الموضوع ده من حد من المعارف اللي حواليكوا يساعدكوا. أوكي. آه فسواء كان الموضوع مالي او سواء كان الموضوع عاطفي، في جميع الاحوال انا حاسس ان انتوا عندكم فرص في خلال الفترة دي، سواء للرجوع وحلول الخلافات، او سواء حتى للخروج من بعض التعقيدات المالية يعني. اتمنى لكم التوفيق، بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات اللي بتكتبوها في الكومنت سيكشن. اذا حابين قراءة خاصة الايميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. اذا اول مرة تشوف القراءة اللي عجبتك بليز لايك شير اند سبسكرايب عشان نوصل الشانل لاكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكريبشن بوكس بتوصلكم للبلاي ليست بتاعت الشانل. اذا حابين في اكتر من 3000 فيديو مور ذان ويلكم تتفرجوا عليهم، اتس اول فري. خدوا فكرة عن الناس اللي بتحبوهم، الانرجي بتاعتهم عاملة ازاي عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أنا زايمن تارو channel. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.